من اشهر الادباء الفلسطينيين محمود درويش بطبيعه الحال، وإلي حبيب، وجبرة إبراهيم جبرة، وغسان كنفاني. مي aujourd'hui j'aimerais vous raconter l'histoire ديال واحد الكاتبة فلسطينية ما معروفاش اللي هي سميرة عزام. هاد القصة كتحكي حياة واحد السيدة فلسطينية اللي كتمتهن البكاء والنواح في المآتم، وتالمو كانت مجهدة واليكسيلي في لو ميتي ديالها كو اي واحد شافها كان كيظن انها صادقه ومن عائله الميت. ولكن لا شوت سبيكتاكولير واللي مدهش في نهايه القصه سي كو عند وفاه الابنه الوحيده لهاد السيده ما بكاتش وما نزلاتش ولو دمعه واحده على الاطلاق من عينيها. سيتي parmi les chutes les plus fortes صراحه اللي قريت